تدنو تجربة الفنان التشكيلي فائق العبودي من مثابات واتجاهات تتعمق في مسيرة عمل تضافرت فيه عدة عوامل وعدة أسباب. كون الفنان كان يعمل خطاطا ومصمما، ثم في عمل الديكور أيضا، كل هذا كان قد أسس لتجربة مثيرة ومهمة في تاريخ التشكيل العراقي رغم ابتعاده عن العراق، ولكن ظل فائق مقترب ومتفاعل مع الظروف الموضوعية والظروف الإنسانية والوطنية عموما. تمتثل لوحة الفنان فائق إلى جملة انهماكات، ثمة ولع بالتاريخ القديم، ثمة إصرار على تقديم المنجز بروح سينمائية أو روح يعني لا يكاد اللون أن يكون متماثلا أو متماهيا مع العمل بقدر ما يكون معبرا عن أصل هذه الأعمال. أنا أتسنى لي رؤية هذه الأعمال الأخيرة للفنان في الأيام الأخيرة. شاهدت هنالك متطور امتداد لضخ اللوحة من جملة رموز وعلاقات وتعزيزات معنوية تجعل من اللوحة تكاد أن تكون ريليف، يعني نحت بارز، وهذا مما يؤشر صوب مواهب وملكات الفنان فائق من حيث يعني إنجاز اللوحة. أنا قلت وكتبت في أكثر من مقال وأكثر من دراسة عن هذا الفنان أنه يفكر ويرسم، لا يرسم تحت تأثير الأحاسيس فقط أو المشاعر أو الحنين النوستالجيا إلى الوطن أو إلى الماضي السحيق، بقدر ما ينجز ملحمة بصرية تمتد وتتسع بها الرؤى لتصبح إلى يعني خلاصة فكرة عامة. من يتملى أعمال فائق سيجد هنالك خدود وحزوز وجهد مبذول من أجل أن يؤسس لتجربته وأن يتوافق مع تحدياته الضمنية، لأن العراق كما تعرفون بلد يضخ فنانين تشكيليين، وهو بلد من البلدان المنتجة للفن التشكيلي. من هنا وجد فائق العبودي اسمه بارزا واضحا ناصعا وفعالا. أنا أحيي هذا الجهد وأحيي وأثني على ملكاته وتقديراته الضمنية ولما وصل إليه اليوم. حسن عبد الحميد، ناقد وشاعر وكاتب. أوجه كل التحايا والمحبة لجميع المشاهدين ولجميع الأحبة والأصدقاء والأهل في كل مكان. كل المحبة لكم وشكرا لكم. سلام.